مساء الخير على متابعينا في كل مكان. احنا النهارده في منزل احد ضحايا اعصار دانيال من محافظه المنوفيه. اتوفى قدام عين شقيقه يعني في الاعصار وقت وده بعد ما تعرض لصعق كهربائي بسبب الاعصار. مساء الخير على حضرتك، أهلا وسهلا. عرفني بنفسك. إبراهيم عبد الخميس. قول لي بقى يا استاذ ابراهيم، يعني اوصف لي اللحظات الاخيره وقت الاعصار وايه اللي حصل، وشقيقك توفى ازاي قدام عينك بصعق كهربائي. والله الله يرحمه المرحوم كنا شغالين حد دين مسلح. مم. كنا شغالين أنا هو الله يرحمه، وبيرفع سيخ حديد. مم. فسيخ الحديد مسك في التيار الكهربائي فتوفى في الحالة مم. نتيجة بقى الإعصار والرياح والمطر. مم. فالحمد لله ما نقولش غير ربنا يرحمه وربنا يصبرنا على فراقه وربنا يرحمه برحمته ويصبر أولاده. احكي لي بقى، يعني عبده حياته عامله ازاي وسافر امتى عيد الله يرحمه كان عيد كان طبعا هو طيب، مم. يعني طيب وجدع وصلاي بتاع ربنا. كان عنده كام سنه؟ كان عنده الله يرحمه 36 سنة، مم. وعنده 4 أولاد. مم. أكبر عيلة فيهم 9 سنين. مم. فربنا يرحمه برحمته. يا رب اللهم امين. قول لي بقى، يعني انت بتطالب بايه لاسره عبده؟ والله عيد الله يرحمه عيد. احنا يعني كان زي حال كل الشباب، مم. ما فيش وظيفة، ما فيش دخل شهري، ما فيش اي حاجه. هو متوكل على الله وبيطلع يشتغل، بيسافر، بيجي حتى في اجازه ممكن يشتغل، بيحاول ان هو يعدل من حاله الماديه. مم. فكل اللي بنطالبه مثلا ممكن مم. ان زوجته مثلا تخش، حتى ممكن تخش في حياه كريمه، يبقى لها شهريه مثلا مم. تساعد مع زوجته في الحياه دي. مم. طيب قول لي، هو كان سافر بقاله قد ايه؟ وبقاله دلوقتي هو كان مسافر معايا شهر 11 21 ونزل اجازه، قعد 4 شهور ورجع لي تاني هناك، وانا كنت ما زلت ان انا لسه قاعد هناك يعني. مم. وجي قعد معايا الله يرحمه المرحوم، قعد معايا شهرين مم. وتوفى معايا. كنت انا المفروض انزل، مم. والحمد لله ان انا ما نزلتش عشان الحمد لله ليا نصيب ان انا عشان تجيبه وتيجي. اجيبه. مع حضرتك محمد سالم ابن عم عيد عبود اللي هو المتوفي ان شاء الله شهيد باذن الله. هتلاقي الخبر الساعه 9 بالليل ان اخوه جايبه وجاي، يعني هو بلغنا ان هو جايبه وجاي. فطبعا جهزنا لجنازته، جهزنا لدفنته. طبعا في خلال الليل كله ما عرفناش نبلغ والده يعني ولا زوجته. زوجته تقريبا عرفت واحنا بنزيح في الجواب مساجد، سمعت اسمه في المساجد يعني. طبعا احنا ما قدرناش نبلغها، قلنا لما يوصل يعني عشان الصدمه برضه ما تجيش شهيد عليها في الليل، مثلا الساعه 2 بالليل او الساعه 1 ما ينفعش نبلغها كده يعني. فهو طبعا احنا بس بنطالب بمظله اجتماعيه لزوجته اللي عندها 4 اطفال، اكبرهم عنده 9 سنين يعني، والاصغر عنده سنتين. فطب نطالب لهم بس مبلغ شهري اي شيء يساعدهم بس على العيش وخلاص. طبعا هو لما وصل كنا احنا جهزنا كل شيء. في تزاحم شديد من الناس، الساعة 5 ونص الصبح والساعة 5 الناس كلها بايتة على الطريق. فطبعا احنا على طول شلناه طبعا من التابوت، حطيناه في النحش وما صبرناش حتى ان زوجته تشوفه او والده يشوفه. طلعنا بيه على المقابر على طول. حتى هم في صدمة كبيرة ان هم ما شافوش ابنهم بعد ما غاب شهرين في ليبيا. والحمد لله رب العالمين، يعني كل شيء تم على خير الحمد لله. هو راجل يعد سيرته بس فقط لا غير يعني. ربنا يرحمه ربنا ويصبركم.